خرج عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم السابق الدكتور ايهاب الكومي من حوالي 4 ايام وقال نصا انه اتطلب منا حاجات كتير عشان نساعد بيراميدز، وانا مش عايز اتكلم ومش عايز اقولها. الراجل ده بدل ما الناس تجيبه ووزاره الشباب تجيبه والجهات الرقابيه تجيبه وتقول له تعالى قول لنا صحه هذا الكلام وقول لنا ايه اللي انطلب منكم وايه اللي انتوا عملتوه وايه اللي ما عملتوهوش، تم ايقافه اعلاميا. الراجل غلط. ازاي تتكلم عن بيراميدز بالطريقه دي؟ ازاي تقول ان احنا ساعدناه واتطلب منا ان احنا نساعده باكتر من كده؟ يعني بدل ما الراجل ده يتجاب تعالى يا عم انت يا مسؤول عملت كده ليه؟ او ايه اللي اتطلب منك او مين طلب منك؟ لا ده توقف. وقامت نقابه الاعلاميين بقياده الاخ الزملكاوي برضو نسيت اسمه طارق سعده بايقافه. طارق سعده ده اللي كان مذيع يعني على قده في النيل للرياضه ثم مذيع في قناه تانية لبرنامج زملكاوي ما كانش بيعمل اي حاجه الا انه يشتم النادي الاهلي، اصبح نقيب اعلاميين وبقى يوقف الناس. مع انه ما وقفش احمد الخضري لما قال ادوا الدوري للاهلي ده الدوري موجه، ما وقفش رضا عبد العال لما قال ما فيش ذكر في مصر الا الاهلي وادوا الدوري للاهلي. بس الاهلاويه بس اللي بتوقفوا الكابتن احمد شوبير وغيره وغيره وغيره. الاهلي لك الله يا اهلي، وزير الرياضه زملكاوي، رئيس اتحاد الكره زملكاوي، رئيس اللجنه الاولمبيه زملكاوي، نقيب الاعلاميين زملكاوي، فلك الله يا اهلي.